وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. ينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصلى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم السحاب اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم السحاب اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم السحاب اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم السحاب اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله تعلقت عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد
الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا يا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه تعرج بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه أن سيدنا محمد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بتباليه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة صلى الله وهدى الله عليه من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان في عليه ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة إن تصر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه فيها في خلة
الكمال صلى الله وقام عليه بالربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه يسجره المصلي عليه به صلى فينفخ الله في قلب عليه الأنس لتعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما يوصل بالضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الأنصر لا تفي بعشر عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعيت عنك بهذه الحضرة الكريمة ولا عند تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا
ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فهلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضالي غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضالي غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل صل على محمد أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بشرى على إلا المنى زال العلا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاه علنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ثم نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ثم نقول
والبشر أضحى مولانا بشرى لنا للمنى زاد العنا وفلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد ذال للقلم أن يخض ما حركته في الأنامل صلى الله عليه مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا حسن عليه نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج أحمد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد وسلم عليه. صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين صلى الله فتنقل عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم صلى الله عبد عليه. الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاء وبمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ألما ولا عللا
حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ضلكت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والقول كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة ظلة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبراز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وان وضع هذا الحبيب وعلى السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأوفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلقى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Bekhusyuk hadiraki Rasulullah ning atena pakerong. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فبقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد صل عليه الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواره خير ما قعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له
قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمرون كل حين يتجلى صلوا على محمد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله يا رسول الله وسلم مرحبا يا حبيب صلى الله على محمد مرحبا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادة وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. وأن ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة الله ومع عليه. إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاله ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وادعته فلما انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله وأصل عليه. ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعررة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله عليه. فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عليه. عنايته في كل حين ترعاه صلى الله وأن عليه. الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد كشف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق
بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه حلما ورفقا والرؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. واللحد المهتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله عليه. سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. الطرق والمنازل وبأرف ذكره طيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه. صفات الكمالية صلى الله عليه. وخلق بأشرف خصوصية. صلى فما من الله خلق عليه. في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. وشانه والعلولا في مجده ومكانه. صلى الله عليه. قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم. صلى الله عليه. أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه. إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن اللقاء أحباب قلبي دواؤه. فيا ربي دين جل قصدي
لقاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه عليه صلاة الله مهبتي الصباح وما أطرب الحدي فطابا حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Sadatina al-alawiyin, para habaib, para ulama, para asatid, segenap para hadirin, para jamaah Maulid Habasyi rahimani wa rahimakumullah. Bil ikhtisar, kelaban ringkas sekaligus ajakan dan pemberitahuan bahwa majelis kita Jumat mangken dibaca sore adalah Jumat terakhir, karena Al-Faqir diperintahkan oleh guru mulia Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf untuk merubah majelis nikah, dirubah hari Kamis sore, dan Al-Faqir dengan seluruh jamaah dihimbau untuk menghadiri majelis yang diadakan di dalamnya rumah daripada Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Segaf. Al-Faqir imtithalan lil amr, sam'an wa ta'atan wa hubban wa ikraman wa takriman wa ta'ziman kepada beliau, kita harus mematuhi perintah daripada beliau agar lebih berkah insyaallah. Sobung cerai tanah, orang nurut ke perintah guru sia-sia, tak mungkin tak berhasil, tak mungkin tak barokah. Jadi diumumkan, kaula memohon dengan sangat dan penuh hormat, cek ngorangin, mohon sampian sobung udzur, bismillah, tawakkal ala Allah, niat hadir. Kan majelis nikah hadirin para habaib luar biasa, insyaallah rajah barokah, terlebih kontrol oleh beliau ya, berdere mutah aneka untung menandik guru ya, andik guru pimpin didik, dan kami mengharap kepada habaib yang hadir, jika tidak ada udzur, tidak ada halangan, bismillah tekat-tekatan hadir, bismillah tekat-tekatan aja. Nah, bismillah, kami mengharap dengan kerendahan hati, dengan segala penuh kerendahan hati, tanpa mereka habaib majelis tak berbobot ya. Kauli sampeyan kan alpek ke habaib karena lahman wadama dere tekinga Gusti Kanjeng Nabi, maka insyaallah semimpin para habaib, sengontrol para habaib, maka insyaallah enteng deki. Ibarat ngangkak betoh mau ke TV tak kuat ya, tak mampu, tapi mau kroyok, terlebih sengangkat orang sandi kelebihan ya, maka betul gelek semakin terasa ringan. Amal ibadah di antara maulid nikah mau hadirin para habaib, terlebih guru si mengontrol, karena beliau insyaallah bersedia hadir di majelis kita insyaallah bi qudratillah. Beliau tidak janji 100%, dan saya akan hadir ke majelis kamu nek kon rubah kemis, tapi kon teko dik kini sa anakmu, sa jamaahmu kiringen mrene gede ganjarane dik kene iki
sampai beliau menceritakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah, menceritakan Al-Habib Abu Bakar Gresik, punya cerita-cerita kaula kurang lebih hampir setengah jam lebih buat duaan sareng beliau, panggil oleh beliau. Alhamdulillah kaula ki andi reng sepo al-walad al-walid ba'da al-walid, yakni reng tuah mana reng tuah, reng sepo mona sobung, alhamdulillah pada guru bisa mainga. Dadi beun mon pancet Jumat sore engkau tak bisa datang ke majelis beun, wah beun tak bisa dena terus sampai ke anan beun tak mungkin dapat dena apa karena beun di majelis Jumat sore. Hadrah Basaudan juga di pakon oba, alhamdulillah sopu. Kalau dak aden kene ate sopu berdereng dateng tak kira-kira. Alhamdulillah ternyata ramian sopu. Kisah tak datang tambah tak datang. Sore we tak datang enggak boleh ro sopu, mannya mana tedu. Ya, lah Jumat ini kan makin Jumat terakhir. Bi qudratillah insyaallah Kamis yang akan datang tetap kita mulai jam 5 istiwa. Kita baca Waqiah terus Maulid. Dineng beliau hadir, ahlan wa sahlan bihudurikum habaib, alhamdulillah mohon bisa hadir dengan senang hati. Syarraftumuna nawwartumuna natasyarraf bihudurikum, kami merasa bahagia, merasa bangga, merasa mulia dihadiri oleh para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngateti kaula nyoon cek ngurangi niki anu kula sibuk Ustaz, marhaba selastaren sibuk hadir sekalipun datang blek Al-Fatihah tak masalah ya, walaupun sibuk kula alako Jumat kula libur marhaba ahlan salam tetap lako. Mun pacet sampean tak bisa hadir paenga setiap Jumat setiap Kamis jam 5 sore pebanyak sholawat hadir kiatin sampean ka dintoh minal hadirin ma'al hudur insyaallah ma'ahlil hudur ya. Jadi menabi sobung udzur bismillah niatin dari makin insyaallah lebih barokah insyaallah ya. Dunyana barokah, keluargana barokah, anan barokah aja keluargana. Malaikat yang alika para habaib terlebih deki insyaallah bisa hadir guru mulia insyaallah ya. Menternya onda ke Allah Subhanahu wa taala, menter oleh ridha daripada guru, ridha daripada habaib insyaallah kelebihan kehadiran beliau insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ning majelis kaula panjenengan ka. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khair. Ampun paham iki. Nah, jadi untuk Kamis bakal datang dimulai Jumatah. Mun sampean bade kendaraan eman malah tak kebe nongkrong tok dapat suruhan kebe majelis Maulid insyaallah bi qudratillah. Nah, jazakallahu khair, supaya di-share atau diperhatikan, dibagi atau diumumkan kepada yang lain agar supaya lebih berkah insyaallah. Nah, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك
وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وداهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء المولد شمس الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.